انت خليتينا نواجه مجتمع احنا مش عارفين انه موجود. هي وعيتنا كبرنا. انا كبرت وانا قاعده بقرا الجروب. ما هو الناس تقريبا كانوا ما صدقوا ان هم يلاقوا مكان يتكلموا فيه. وبعدين انا بقول ان احنا مشكلتنا جيلنا ما فيش حد نرجع له. يعني المشاكل اللي بتقابلنا، يعني انا كانت اول ما بتحصل لي حاجه بكلم ماما تقول لي بصي ما اعرفش، اصل انا ما كنتش بشتغل مثلا فما اعرفش مش قادره. يعني لو نصحتك قلت لك اعملي زي ما انا بعمل كنت بعمل هبقى بظلمك، انا ما كنتش بشتغل. اللي هو مثلا حاجات فاهمه زي فطار عايزه اعمل له فطار، حاجات عبيطه قوي. فاللي هو احنا ما عندناش رجعه. يعني في مشاكل طلعت هكلم مين احكي له، هكلم مين اقول له. وبعدين حاجات دقيقه جدا وحاجات احنا متربيين انه ما ينفعش تطلعي اسرار البيت. الستات بقى ما صدقت تلاقي مكان تتكلم فيه مساحه امنه. بس انا برضو مش عارفه انت ازاي اديتي لهم الثقه دي. يعني فكره الانونيمس دي على ما بتجيلك انت بتبقي عارفه. لا يعني هم ضامنينك منين؟ هم باعتين لك اسرارهم على اساس ايه؟ عشان انا اصلا ما اعرفش هم مين. يعني انت مش بتبقي عارفه. لا اصلا. يعني هم لما بيبعتوا لك انونيمس برضه بيبعتوا على لينك كده. يعني ويب سايت هو بيستخدم اصلا في حاجات اللي هي السيرفيز والحاجات دي. فهو بيتبعت. انا اصلا شخصيا ما اعرفش يعني انت مش عارفه الاسم. لا اوكي.